اهلا بكم في قناة حلو حادم مع مريم. ان شاء الله النهاردة هنعمل عدس بطريقة جميلة جدا. معايا هنا بصلاية متقطعة، ومعايا 5 فصوص من الثوم، ومعايا هنا حبيتين جزر مبشورين، ومعايا حبة بطاطس، ومعايا حبيتين من الطماطم، ومعايا هنا ربع كيلو من العدس. يلا نشوف نعمل ايه مع بعض. اول حاجة هنا حلة على النار، وبضيف معلقة من السمنة البلدي. طبعا احنا عارفين ان العدس بيحب السمنة البلدي، وبضيف معلقة من الزيت علشان السمنة ما تتحرقش مني. وهشوح البصلاية هنا تشويحة خفيفة خالص، انا مش عايزاها تتحمر، انا بس عايزاها تدبل معايا. جرب الطريقة دي وان شاء الله تعجبك. كده خلاص البصل اتدبل معايا. هنزل بالخضار بتاعي اللي هو الجزر، وكمان البطاطس والطماطم، تشويحة بس بسيطة كده. عايزاهم كلهم ياخدوا من طعم بعض. ولو عندك برضو كوسة تحطيها او فلفل اخضر، الشوربة ما بتقولش لا. وبعدين غسلت العدس كويس جدا، وهنزل بيه على الخضار بتاعي واشوحهم مع بعض، والخطوة دي بتفرق معاكي جدا. كده خلاص العدس اتشوح معايا، هنزل عليه بالمية المغلية. تمام، هغطي الحلة بتاعتي وهسيبه لحد ما يستوي. هو ما باخدش وقت خالص، لحد ما يستوي هنشوف هنعمل ايه. طاسة على النار وهحط الزيت بتاعي، ولحد ما يسخن اكون انا قطعت العيش اللي هناكله مع العدس. العيش ده شامي، انا جايباه. تمام، قطعته بالشكل ده وهحمره في الزيت. لو حابة تحمريه في الفرن مفيش مشكلة. وهنزل بالعيش بتاعي لحد ما ياخد لون. وهحمره بالشكل ده وهرجع لكم. خلاص العيش بتاعي اتحمر، هنطلعه مع بعض، خد لون ذهبي جميل. ونحمر واحدة تانية مع بعض. هكمل الكمية لوحدي، هوريكم بس اللي انا طلعتهم شكلهم جميل قد ايه. شايفين شكله تحفة. كده خلاص العدس بتاعي استوى. هسيبه يهدى شوية وهضربه في الخلاط. لو عندك هاند بلندر تمام، لكن لو حابة تاكليه كده برضو مفيش مشكلة خالص. الاكل ده اذواق، واللي انت عايزاه اعمليه. هضربه في الخلاط وهرجع لكم. انا خلاص ضربت العدس بتاعي في الخلاط، وهرجعه الحلة مرة تانية. ولحد ما يغلي اكون انا عملت البصل بتاعه. انت لو حابة تحط الشعرية براحتك خالص، انا مش بحبه بالشعرية ومفيش حد عندنا بيحبه بالشعرية. لكن لو انت حابة تحمري شعرية وتضيفي براحتك. انا هنا معايا رشة من الكمون، ومعايا معلقة او معلقتين من الملح، والملح ده حسب الرغبة. ومعايا رشة من الفلفل الاسود، رشة بسيطة جدا. لو عندك مرقة خضار براحتك برضو بيعزز الطعم معاكي. واسيب العدس يغلي، ولحد ما يغلي اكون انا عملت البصل بتاعه او الطشة بتاعته. تمام، معلقة من السمنة البلدي،
بصوا هو مش بيتاكل غير بالسمنة البلدي، اي حاجة تانية لا. وبعدين بنزل بالبصلة المبشورة، مش كتير، بصلة صغيرة متوسطة يعني. وهشوح البصل بتاعي لحد ما ياخد لون ذهبي جميل كده، هشوحه وارجع لكم. خلاص البصل خد لون معايا. وادي العدس بتاعي غلي اهو، خلاص تمام. هنزل بقى بالبصلة والريحة تجنن، تعالوا كلوا معانا. كده خلاص العدس تمام وجاهز للأكل. اهم حاجة الطشة بتاعته دي. لو انت طبعا انا خلاص حطيت توم، مش هحط توم تاني، خلاص على كده. شايفين لونه جميل جدا. اتمنى تجربوه يعجبكم، فعلا الطريقة مختلفة جدا وبتفرق كتير. هنقفل النار ويلا نشوف ازاي هنقدمه مع بعض. وده الشكل النهائي لطبق العدس بتاعنا. قدمناه مع العيش وحطينا شوية من البصل المحمر، وطبعا معاه البصل. ومفيش شتا من غير عدس، شتا يعني عدس طبعا، حاجة كده من الآخر. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد.